مساء الخير، انا اسمي اميره. انا حابه بس ان انا اعمل ريفيو سريع عن كتاب دبل فيزيت. هو بالنسبه للكتاب حقيقي هو مش كتاب عادي، هو فعلا كنز لاي حد داخل كارير الميديكال ريب وحابب ان هو يتميز ويكون حد ناجح ومش مجرد ميديكال ريب عادي زي اي حد. لا، حد مميز، حد عارف يحقق نجاحات، حد دماغه مترتبه، عارف هو عايز ايه ودخل الكارير ده ليه وهيعمل ايه وايه الستبس اللي هيعدي بيها وايه كل حاجة هو هيعملها بالظبط علشان يوصل لان هو يحقق اكبر نجاح ويكون هو يعني بيست اتشيفر مثلا او ايا كان الجول بتاعه ايه. فكتاب دبل فيزيت حقيقي يعني انا بشكر دكتور علاء عليه. بشكره لانه ما بخلش لاي حد باي معلومة يعرفها فيه، بالعكس الكلام كله اللي في الكتاب مفيش كلمة فيه ملهاش معنى، مفيش كلمة لو طبقتها مش هتستفيد. بالنسبة لي أنا كأميرة على المستوى الشخصي، لأ أنا طبقت كل كلمة في الكتاب بنفس طريقة دكتور علاء ونفس كل حاجة هو قايلها، ولقيتني مثلا في حتة وقع مني رجعت للكتاب تاني فقلت طب أنا هعملها زي ما دكتور علاء قال. رحت لما فعلا جربتها بالطريقة دي لقيت ان الموضوع فرق معايا جدا. انا داخله شركتي في شهر 12، انا يعني يعتبر حد جديد، حد لسه جديد في الاريا مع الدكاتره مع كل حاجه على برودكت. فبالنسبه للدكاتره لسه، بس عشان اشتغلت صح بالطريقه اللي كان دكتور علاء بيتكلم بيها في كتاب دبل فيزيت، لقيت ان الحمد لله ده اتكلل معايا بالنجاح وبشكل كويس جدا. الحمد لله كنت بس اتشيفر كوارتر 1. فده طبعا كان دافع ليا وكان حاجة حلوة جدا ان انا اكون جديدة في الشركة واكون بس اتشيفر. وده اللي خلاني رجعت اقرا الكتاب تاني، لان انا فعلا كل مرة بقرا الكتاب بطلع بمعلومات جديدة وبطلع بحاجات جديدة انا هطبقها وواثقة انها هتيجي معايا بنتائج كويسة. وده فعلا حصل معايا مثلا على مستوى برودكت لونش نزل لي، انا بدأت اطبق كل حاجة دكتور علاء كان بيتكلم فيها من ناحية الفولو اب، من ناحية ان انت تكون شخص عندك حماس وانت بتتكلم ومثابرة وكل حاجة. فعلا لقيت ان انا ارقامي في الدواء اللونش فرقت جدا، بقيت بجيب ارقام كويسة، دكاترة بتكتب لي في عدد زيارات قليلة قوي. فلا حقيقي يعني الموضوع بيختلف في ان انت ازاي هتقرا الكتاب. انت ما ينفعش تقرا الكتاب كده وخلاص، لا اقرا الكتاب بحماس وبان انت هتطبق كل حاجه فيه وشوف النتيجه. يعني كل حد فعلا هيطبق كل حاجه موجوده في كتاب دبل فيزيت هيشوف النتيجه بنفسه، ويعني هتكون نتيجه مرضيه جدا ونتائج مذهله لكل الناس اللي حواليك مش هيصدقوا انت ازاي حد لسه مثلا جديد معانا او ايا كنت مثلا انت حد قديم في المكان اللي انت فيه وعلى مدار الفترة اللي فاتت كلها انت ما حققتش نجاح معين انت كان نفسك توصله. لا، هتلاقي ان ده لما تطبق كل حاجة دكتور علاء قايلها في كتاب دبل فيزيت بالظبط زي ما هو قايل او ترجع له وتاخد رأيه ونصايحه، هيفرق معاك جدا. نتائج هتكون فعلا مذهلة. فحقيقي شكرا جدا لدكتور علاء، شكرا لانه ما بخلش علينا باي معلومة في الكتاب ده، شكرا لانه قدم لنا كل حاجة وكل خبراته بكل امانة ولسه ستيل لحد دلوقتي بيقدم كتير جدا. فيعني حقيقي شكرا جدا.